كثير من الشباب اليوم على استقامة، وخاصة منهم حديثي الاستقامة، إذا لقى من يخالف شيخه سواء من عامة الناس أو يتبع شيخا يخالف شيخا، يبدأ بالسب والشتم وقذف الأعراض في الشيخ الذي يخالف شيخه ومن يتبعه، ويظن أن هذا دفاعا عن شيخه، ويظن أن هذا من الاستقامة ومن السلفية ومن الدين. وهذا أقل ما يقال فيه أخلاق بائع مخدرات مع المشايخ. ركز، مع المشايخ تاع السنة والجماعة. فأنت إذا رجعت بعقلك للوراء قبل سنة أو سنتين لما كنت فتى طائش، كان إذا ذكر لك أحد رؤوس الضلال المعروف ببدعته وضلاله تتورع وتخاف أن تقع فيه بالسب والشتم كما تفعل اليوم في المشايخ السلفيين. فما الذي جعلك بعد أن أطلقت لحية ولبست قلنسوة وقميصا وجلست مجلسا أو مجلسين من مجالس الغيبة والنميمة التي يسمونها مجالس طلب العلم، وسمعت شريطا أو شريطين وقرأت صفحة من كتاب التوحيد، ما الذي جعلك بعد كل هذا الاستقامة العرجاء أن تقع في المشايخ بالسب والشتم والقذف في العرض؟ وهل هذه هي الاستقامة وهذا هو الدين؟ لا وألف لا. لأنك لو تقف أمام قاضي في الدنيا، قاضي محكمة شرعية في الدنيا، لن تستطيع أن تثبت ربع تهمة واحدة من مجموعة التهم اللي راهي في الأسطوانة اللي حفظوها لك على المشايخ أمثال الشيخ جمعة والشيخ الزهر وغيرهم، سواء خالفتهم أو وافقتهم. أي فيديو تجده يتكلم بالثناء على الشيخ جمعة أو تحس أنه ضد المقدس تاعك الشيخ فركوس، تبدأ بالسب والشتم، تكتب الأسطوانة التي حفظتها. ألا تعلم أنك ستقف أمام يدي الله؟ لو يبحث معك قاضي الدنيا سيجد أنك لا علاقة لا بالسلفية ولا بالمنهج ولا بالعلم ولا بمعرفة حال الشيوخ ولا بحال الدعوة السلفية بالجزائر، ولا تعرف كوعك من بوعك، ولا تستطيع أن تثبت ربع تهمة من الأمور التي تنسب للشيخ جمع، فما بالك بوقوفك أمام يدي الله يوم القيامة. وقد نص الشيخ الألباني على هذا، أنه السلفيين من يسمون بالسلفيين يقعون كثيرا في هذه الأمور، وهذا ليس صدفة، لأنك ستلاحظ أن هذه الأمور، ستلاحظ، أنا نصيحة، ستلاحظ بعد سنوات إذا عرفت العلم حقا وجلست مجالس العلم حقا وأخذت من العلماء حقا، ستعرف أنك كنت تأخذ من سلفيي الشوارع أخلاق بائعي المخدرات وما أكثرها. فإذا اصطدمت بالواقع اللي هو أهل العلم وسمعت لأهل العلم وأكثرت من الاستماع لأهل العلم، سيقل جدالك وإنكارك يعني تسمو أخلاقك، تولي ما تسبس وما تشتمش، لأنك تتفاجأ بأنه هذه هي أخلاق العلماء أمثال الشيخ بن باز والألباني اللي هزوها عليهم هذا طلبة العلم اللي راهم كاينين في الجزائر وبكثرة، حتى لو خالفوا شيخك أو وافقوه، وتتفاجأ أنك ورثت هذه الأخلاق من سلفيي القهاوي والشوارع. بارك الله فيك. ما تخليش روحك تتمادى، لأنك واقف أمام يدي الله ولن تجد إجابة، ولا تظن أن هذا الأمر سهل، لن يمر سهلا لا في قبرك ولا أمام يدي الله. ولا يعني عيب أن أذكر من ينتسب للالتزام والاستقامة والسلفية والدين بهذا. هذه مصيبة، هذه كارثة، هذه أذكر بها بائع مخدرات، لا يحسب أن أذكر بها نفسي وإخواني، على الأقل أنه لا يجوز سب المشايخ. هذا يعني اسمك طفل صغير يهبل يقول تمشي هذا. بارك الله فيكم. فهذه ليست أخلاق سلفيين، وهذا ليس دفاع عن شيخك. إما أن تتكلم بكلام منهجي علمي، رد علمي، سواء أصبت أو أخطأ، أو تسكت. أما السب والشتم والقذف في الأعراض هذا من كبائر الذنوب. بالمناسبة ختاما،
أنا أتحدى أي واحد يجيب لي نص ربع صوتية في تيك توك ولا في غيره، أنا نستعمل تيك توك في هذا، ركز معايا، سببت فيها أو شتمت فيها أو وقعت في عرضي الشيخ فركوس، حتى ولو كنت يعني أتبع شيوخا يخالفونه، أو لا أرتضي أقوالا قالها، أو لا أرتضي شيئا قرره، نتحداك تجيب لي نص صوتية سببت، ركز، سببت وشتمت ووقعت في العرض ما تسمونهم أنتم طعنا. أنتم لو يسألكم الإنسان على أقسام الكلمة ما تعرفوهاش، ما تعرفوش يعني طعن. ما يسمى سبا في المجتمع الإسلامي، سواء العرف ولا الشرع ولا المجتمعات الأخرى، يعني العربية والإسلامية، نتحداك لأني أعي ما أقول وأعلم ما أفعل. أنا لا أسب وأشتم وأقع في عرض المشايخ، ركز، نسبك أنت، نسبك عادي ونتلاقاو أمام الله لأنك سببتني. نسب واحد سب الصحابة نديرها، سب الدين نديرها، هذوك المرخص اللي يجوا في لي لايف عادي، أنا نعرف روحي، وكان نلقاه في وجهي ندير له طاقة في وجهه مش نسبه، بصح المشايخ نتحداك، خاصة أهل السنة والجماعة، خاصة أهل السنة والجماعة، خاصة المحسوبين عند المنهج، خاصة نتحداك في التيك توك. منين بدأت الفتنة؟ بالعكس كنت من أشد المدافعين عن المشايخ ككل من هذا السبابين والطعانين والشتامين، لما كنت أكثر من استعمال فيسبوك، بلوكيت ياما ناس قراب. السب والشتم ليس منهجا، ليس سلفية، ليس دينا. نتحداك ولن تجد، لا تتعب نفسك، لأنك إنسان مبرمج، إنسان فارغ، هذه الأولى، ومبرمج. أي كلام يدل على خلاف مقدسك ووقوف مع شيوخ ضد المقدس تاعك تعتبره سبا وشتما وطعنا، مبرمج. فأنا أنصحكم بمراجعة أنفسكم، ما الذي جعلك تسب وتشتم وتقع في عرض المشايخ؟ قبل أن تكتب تذكر أنه لديك رقيب عتيد، اسأل نفسك، هل هذا الذي أكتبه فيه إخلاص لله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا أؤثم عليه أو أؤجر؟ هل قولي يا سارق شهدته وهو يسرق؟ هل إذا سئلت أجيب؟ ثم دعك من هذه الكتابة وأقبل على شأنك وأقبل على ما ينفعك. والسلام عليكم.